هنصدمكم في الفيديو ده بحقائق وتصريحات عن ناس كتير، وأولهم حمدي وفاء وسبب التأخير وسبب الغياب، وحقيقة بعض القنوات اللي بيستغلوا فيديوهات قديمة لصالح المشاهدات فقط لا غير. والدليل على ان حمدي وفاء متسامحين الى حد كبير بالرغم من الإساءة لهم في بعض العناوين واستغلال اسمهم، بالرغم انهم سايبين الناس كتير تاكل عيش، وبعض القنوات اللي طلع على اسمهم بالمعنى الحرفي. بس حمدي بقى فاجئنا بمفاجأة، وهو سبب الغياب وسبب التأخير عن الفيديوهات. وهو من رأيي الشخصي، تعالوا نخش في تفاصيل الفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم بمقدمة كده كبيرة. بس أهم حاجة ما ننساش الصلاة على سيدنا الحبيب. قلوبنا وقلوبكم تطيب النبي الزكي التقي العربي المكرم يوم القيامة سيدنا محمد. صلوا على سيدنا الحبيب، قلوبنا وقلوبكم تطيب. واللي طبعا ما دعمناش بالاشتراك كده ينورنا يا أحلى ناس في الدنيا. فرحوا قلبنا زي ما بنفرح قلوبكم بالأخبار السارة اللي هتعجبكم إن شاء الله. وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان الأخبار الجديدة أول بأول توصل لكم على طول. وكمان أنا بتقل عليكم في طلبات كتير بقى كده، بس أنا عشان واثق فيكم إن أنتم ناس فعلا أنتم السبب في الفرحة اللي بتتقدم لأي حد أيا كان هو مين. فأنتم سبب الخير وسبب الدفء العاطفي والدفء السلامي اللي دايما بيكون عند أي حد. فعشمان في ربنا ثم فيكم بدعم اللايكات الجامد جدا، تشجيع من نار تشجيع من نار. بالرغم من اختفاء حمدي في الأيام الأخيرة وقعدت فترة كبيرة، بالرغم من اشتياق المتابعين لكل فيديو منتظر من عيلة حوارات عامة، وبالأخص حمدي وفاء اللي تميزوا وعملوا حس وصيت للعيلة، واللي كانوا سبب في امتياز العيلة حتى لو هم نفسهم اختفوا عن ساحة السوشيال ميديا. واللي بيأكد على ان في مفاجأة هتبقى قوية جدا. وفي كمان اخبار وصلتني ومش عايز اعلن عنها، لان هي مجرد اخبار من بعض المتابعين ومن بعض الناس اللي بتأكد رؤية الحسن ورؤية حمدي ووفاء في مكان معين. بس مش عايز اعلن عليه في اول الفيديو عشان ما نحرقش الفيديو والناس اللي بتاخد المعلومة وتجري جري. لا، خلينا كده في نعمل سسبنس زي ما حمدي ووفاء بيعملوا سسبنس في فيديوهاتهم، ويكون سسبنس جامد اللي يخلينا فعلا متميزين في إلقاء الخبر. ربنا يجعلنا ممن قالوا الحق وزهقوا الباطل إن الباطل كان زهوقا، وربنا يجعلنا ممن كانوا أول من نقل الخبر فنال حسن استحسان المتابعين فنال حسن استحسان المتابعين. وكان طبعا الدعم الجميل منكم باللايكات والاشتراك في القناة ان انتوا تنورونا، ودي الشيء الجميل اللي دايما بيكون دافع ان احنا نكمل ونكون معاكم في نقل الاخبار السعيدة وحتى الانتقاد بكل ادب واحترام. حمدي وفاء بعد اختفائهم الاختفاء المفاجئ واللي عدى الوقت ما يقارب من 20 يوم، والمفاجأة بتتجهز تجهيز جامد. والاخبار اللي وصلتنا كمان ان وصولهم مصر. انت بتقول يا عم محمد وصولهم مصر؟ انت بتتكلم اي كلام. مش عايز اقسم واقول لكم ان هما في اخبار مؤكدة من ناس موثوق فيها جدا 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 على وصول وفاء مصر. حمدي في شك وجدال بين الموضوع، لكن المؤكد وصول وفاء مع باباها مصر. طب ليه ما بتعرضش فيديوهات؟ الفيديوهات بتتم تصويرها بالفعل وهتتم عرضها مفاجأة جامدة جدا. بالرغم من ان محمود طلع وصرح ان بعض الكلام المشاع عن العيلة، اذا كان خطوبة حسن، اذا كان كتب كتاب محمد، اذا كان رجوع حمدي مصر او المفاجأة نفسها هي ايه، وكان بيكذب محمود. والغريب في الموضوع انه كان دايما بيطلع ويقول كلموني
عن نفسي فقط، ماليش دعوة بحد. فكان طبعا نال الموضوع ده استغراب من المتابعين. انت ليه يا محمود بتخلف نفسك عن العيلة؟ ليه بتحاول تخلي نفسك طرف واحد بدون بعد عن العيلة، ومع انك بتطلع في فيديوهات كتير مع العيلة وفي الفيلا والكلام من ده؟ لكن حمدي له اسلوب مميز، ودي اللي صرحت بيه الحاجة والدة حمدي، ان حمدي في الحتة الشمال له طبع وحب مميز. حب مش زي اي حد من اخواته، لا ده بالعكس، مع انه بعده عن العيلة وبعده عن امه، بس الام مهما كان. حمدي بعد ما اعلن المفاجأة الجامدة جدا وسبب انشغاله، بس هو صرح بعض التصريحات ان مستقبل الاولاد طبعا، وده الاهم، لان احنا كلنا بنشتغل ونعمل من اجل ابنائنا. فالمفاجأة والمتوقع والناس اللي شافوهم داخل مصر والكلام ده مؤكد بنسبة 99%. وصول وفاء مع باباها مصر وصول وفاء مع باباها مصر، والشيء المؤكد ان هي وصلت بالسلامة، وكمان قضت اجازة سعيدة معاهم، وكان في تصوير جميل جدا. هل يا ترى حمدي وفاء يعرضوا لنا كل الاحداث ديت، ام يا ترى يبقى الوضع كما هو عليه في بعض الاشتياق من المتابعين لمعرفة المفاجأة ومعرفة الفكرة الجديدة اللي جاية؟ كمان في ناس شككت بوجود محمد حوارات في مصر، وده الشيء اللي غلط جدا، مش صحيح. طب ايه السبب؟ محمد ظهر مع يحيى وحسن في على الانستجرام في فيديو ريلز، وكان موجود معاهم في ماتش المغرب الاخير واللي هو كان امبارح، وكان بيشجع يعني قدر الله ما شاء فعل للمغرب، ونتمنى ان ياخدوا الدور الثالث ان شاء الله بجدارة. هم لعبوا وتعبوا وربنا يوفقهم ان شاء الله. لكن حمدي وفاء، وده الموضوع بتاعنا الاهم النهارده، هل حمدي بيجهز لمفاجأة كبيرة فعلا بعد حضور الايفنت في دبي؟ يعني سافر من تركيا لدبي عشان يحضر الايفنت كام يوم ويرجع، ام في مفاجأة فعلا بتتجهز بين الثلاث دول؟ وكمان كان في شك في امور سفر محمد حوارات لدبي، وقعد هناك اكتر من 7-8 ايام تقريبا بالتقريب كده، واللي اتكلم فيها على تجهيزات الفرح، وده مش حقيقي لان الفرح داخل مصر. وكمان في احراج من محمد لبعض القنوات المشككة في زواجه وكتب كتابه، وان مفيش ملفت. بالعكس في ملفت، ربنا يحفظها له ويحفظها واهلها وحبايبها ويتمم فرحتهم على خير. كل مجتهداتنا من اجل ان احنا بنحب عائلة حوارات التي لم تخطئ، التي لم تعرض محتوى مسيء للمتابعين، وبالذات ان خاصة ممكن يكون اغلب المتابعين من الاطفال. فكل الشكر والتقدير لهم لمحتواهم الجميل، وده شيء لازم نوجه له. ربنا يحفظهم من كل سوء ويحفظهم من الايام اللي جايه، لان في تصريحات صعبه وقاسيه ضد العيله، ويمكن ده سبب من اسباب اختفائهم وعدم ظهورهم بالكثير على ساحه السوشيال ميديا. وظهر ان الدكتور حمدي والاستاذ المستر حمدي، الشيف الشربيني حمدي، الشيف الشربيني يحيى، والمستر يحيى، والدكتور يحيى، واللي هو استلم قناة الحاج جابر قناة كاستلام رسمي، وبدأ هو اللي بيعرض محتوى على القناة. فهل يا ترى الأحداث اللي جاية هتبقى فيها مفاجآت فعلا زي ما عرضوا حمدي وفاء ومحمود وسحر وحوارات، ولا هل هيعتمدوا على ان المتابع بينسى ويكون بعض الفيديوهات غير هادفة وغير موجهة للمتابع بعينه كضحك او كوميديا زي ما تعودنا؟ كل ده هو اكثر في فيديوهات جاية كتير هتعجبكم ان شاء الله. بحبكم في الله فضلا وليس امرا. صلوا على سيدنا الحبيب، قلوبنا وقلوبكم طيب، وانتظروا كل جديد.